داعبت الفكر والخيال منذ إنشائها، وشكلت وجدان أجيال ما زالوا يدينون لها بالعرفان، وما زال عطاؤها مستمر. إنها الإذاعة المصرية. هذه هي سمارة. محكمة الفن حلاوتها مخصوص للجناح الغنائية، مخصوص للجناح الغنائية، ولطيفة وكل محاسبتها حسب القوانين الموسيقية. الأغاني للأصفهاني. دي مسؤولية عزيزة عليا، معزة الروح والحرية. مها الشيوي والموجة 102.2 FM في ذكرياتي مع الإذاعة. مساء الخير مستمعي الكرام، أهلا بيكم لقاء جديد وسهرة جديدة من ذكرياتي مع الإذاعة. يسعدني أن يكون ضيفا عزيزا علينا في استوديو شريفين الأستاذ الدكتور حاتم صالح، أستاذ الوراثة البشرية في مرض السكر ورئيس لجنة البحوث العلمية والمعلومات بجمعية رعاية شباب مرضى السكر في مصر. أهلا بيك دكتور حاتم. أهلا وسهلا يا فندم. مستمع جيد للإذاعة؟ الحمد لله. يعني أول مرة تيجي هنا الشريفين، شارع شريفين دي أول إذاعة في مصر. لا أنا من جيت هنا قالوا هنا القاهرة في الثورة بعد ثورة 52. أنا جيت هنا هوت لأن والدي أساسا كان بيشتغل في الإذاعة والتلفزيون في الهندسة الإذاعية. زملاء بقى أولاد عم. سمع بقى ندى. ندى مبسوط قوي. الحمد لله. وكنت بروح معاه يعني، وفي نفس الوقت برضو الإذاعة كلنا طبعا اتربينا على البرامج بتاعتها والسهرات الجميلة بتاعتها. نعم. فطبعا يعني تعتبر الإذاعة أقصى ما تكون إلى الخيال، بتربي الخيال وبتحسن كمان السمع والنطق عند اللي بيستمع إليها. يعني والله في يعني لينا دور برضو في تجويد اللغة طبعا. وده ممكن بقى تعرفيه من الجيل الطالع. أنا طبعا بدي كورسات أو كورسات دراسية في بعض الجامعات ولا داعي ذكر أسمائها. نعم. الطلبة لما بتطلبوا منهم الإملة ما بيعرفش يكتب اسمه ده صحيح. بالعربي ولا بالإنجليزي، وخريج جامعة ومن أدق التخصصات كمان. وتطلبي منه وتقولي له اكتب يا ابني البكالوريوس، كلمة بكالوريوس اللي انت تتخرج فيها. أنا والله بشوف مهازل، بس دي حاجة تحزن. لكن أنا مثلا بس دي حاجة تحزن. طبعا لأن انت استثمار في البشر. هم قالوا احنا ما عندناش اي حاجه. انا لما زرت كوريا الجنوبيه عند كوريا الجنوبيه عندهم لا بترول ولا اي حاجه. نعم. عندنا جبال صخريه وعندنا شعب ما فيش امكانيات فيه خالص. شركه سامسونج دي كانت اساسا شركه لعمل السكر البنجر. شوف النهارده سامسونج عامله ايه في الموبايلات حطوا فلوسهم في التعليم، نقلوا البلد من طور الى طور، ومن شعب الى كائنات اخرى. يعني مش عايز اعتبرهم بشر زينا، تقدموا بالعلم وبالتعليم. هم بشر زينا وكل حاجه، لكنهم اخذوا بالاسباب وبداوا باهم حاجه التعليم في حياه الانسان، وهي التعليم. طبعا. وعلم الإنسان ما لم يعلم. بالزبط. ده أول حاجة قالوا اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن احنا طبعا للأسف تشوف الطلبة النهاردة يكلمك وهو حتى كالبغبغان، لا هو فاهم إنجليزي ولا هو فاهم عربي ولا عارف يكتب، ومطالب بهذا. أنا مشفق عليه، ما تعرفش يقرأ خطه يعني وده مطالب إنه يشيل مسؤولية بعد كده على كتافه وينقل البلد لأعلى. طب إذا كنت أنت مش عارف تكتب ولا تقرأ، إزاي هتنقل البلد من مكان لمكان؟ طيب دي مسؤولية مين؟ وإلى أي مدى الإذاعة المصرية مسؤولة عن هذا الانحدار اللي وصل إليه التعليم في مصر بعد هذا الفاصل الغنائي؟ أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى، يا على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى،
اتهنى ياما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة أول مرة أول مرة. ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع، أول حب يمر عليا أجل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع، أول حب يمر عليا أجل الدنيا فرح وشموع. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. أول مرة أول مرة. أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب. أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب، قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب. أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب، قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. افرح واملا الدنيا أماني، لا أنا ولا أنت حنعشق تاني. أول مرة أول مرة. ضيفنا الأستاذ دكتور حاتم صالح، كنا قبل اللينك بنتكلم عن الانحدار في التعليم في مصر ومسؤولية مين هذا الانحدار، وأكيد مسؤولية جهات كثيرة. لكن علشان نبقى محددين في سهرتنا، إيه دور الإذاعة في إن هي تنهض بهؤلاء الشباب، تنهض بالمستوى المتردي اللي وصل إليه التعليم في مصر؟ كان زمان في برنامج بنقدمه اسمه يا أهل بلدي، اللي هم ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا مثلا، وكان على فكرة له دور كبير، كان له دور كبير فيه مع تعليم الكبار وفاد البلد. صحيح. البرامج الإذاعية، أنا آسف أتكلم بصراحة، لا اتفضل بصراحة، البرامج اللي بتقدم دلوقتي وخصوصا المحطات الخاصة كلها كلام فارغ. يجيب واحد أو واحدة فاشلين ويدعي إن هم نجوم وعلماء وكلام ده كله يعني، وخبراء، ويتكلم المطرب يعني أنت مطرب أو أنت طبال أو أنت زمار، ايه علاقتك انك تضع استراتيجيات دول وتتكلم في سياسات وتتكلم ويقول لك اصل ده شعبيته كبيره والناس كلها عايزه تسمعه، فيقليه ويعطيه اشياء لا يستحقها لدرجه ان هو رمز بقى بعد كده رمز للشباب، يبقى قدوه. النهارده الشباب لما تيجي تسالي الاطفال الصغيرين، انا وانا صغير كان يقول لك انت عايز تطلع ايه؟ انا عايز اطلع دكتور، انا عايز مهندس، انا عايز ضابط. النهارده الاطفال الصغيرين تسالي انت عايز تطلع ايه؟ يقول لنا بنت الصغيره تقول لك عايز اطلع رقاصه، والولد عايز يطلع مغني. ليه؟ لان هو طول النهار اغاني ورقص، ما فيش ابدا استخدام لهذا الميكروفون السحري. يعني في امريكا مثلا البرامج اللي موجوده اللي موجهه للفتره الصباحيه بتبقى فيها ارشادات. صحيح. فاكره حضرتك طريق السلامه اللي كنا بنسمعه؟ بس هو لسه موجود. بس يعني ده كان له سحر. وانا بسمعه الصبح وانا في المدرسه في الباص بتاع المدرسه او وانا راكب مع بابا، كان بسمع الحاجات دي، كان بتعلم منها. لكن النهارده كلها اغاني وكلها رقص وكلها موسيقى، حتى ملهاش، يقول لك موسيقات المهرجانات او اغاني المهرجانات اصواتهم سيئه وكمبيوتر بيستخدموه بصوره لا تليق، خلى الشباب ذوقه متدهور منحدر. انا كنت بسمع وانا بذاكر مثلا ام كلثوم، عبد الحليم، فريد الأطرش، الاغاني الراقيه اللي كانت فعلا بتشكل الوجدان. لكن هل حضرتك بتتكلم ده على الاذاعات الخاصه فقط ولا الاذاعه الحكوميه المصريه بشبكاتها
والله انا هقول لحضرتك يعني هي كله بيتساوى. لا والله لا يعني هو انا مش تحيز، لكن هناك لكن انتم بتمتازوا يعني الحكوميه بيحاولوا يقدموا برامج يعني لفايده المستمع. بس برضو احنا لازم نرتكز ان مش كله يبقى اغاني وتنطيط وسماع. يعني طب البعض بيقول لك المستمع عايز كده، الجمهور عايز كده. لا يا فندم، ازاي حضرتك لو انت اديتيني العمله الرديئه انا هستخدمها، لو اجبرتيني على استخدام العمله الجيده انا لن يكون لي غنى عنها. لكن احنا في مصر لا نجد الا الرديء، لكن انا عايز تعودنا على الرديء. وحتى الاذواق نفسها بقت منحدره، يعني تسمعي المطرب صوته يعني يشمئز منه. صحيح. انا ساعات اسمع الفنانين الجداد دول اقول لاولادي مين ده؟ طب واللي بعده ده مين ده كلهم زي بعض يعني وموسيقات وكلام يعني حين مثلا امريكا بتعمل برامج مسابقات علميه، بتعمل ثقافيه، بيكلموا في سهرات بتتعمل بيشرحوا فيها الحضارات والثقافات واللغات. يعني احنا لو عملنا مثلا برنامج مثلا بسيط جدا عن العلم، ايه رايكم لو نتكلم عن احدث الموضات اللي ظهرت مش في الملابس، في العلم، نعرف الناس يعني ايه خلايا جذعيه، يعني ايه علاج سكر، يعني ايه نانو تكنولوجي، يعني ايه هذا الكلام محتاج. لا ده في امريكا الطلبه هناك يعرفوا عن تاريخ مصر الفرعوني والتاريخ القديم للحضارات المصريه اكتر بكتير جدا من ولادنا في المدارس دلوقتي. بالظبط، وده مش ما جاش من بينه يوم وليله. يعني هنقول لحضرتك على حاجه، في امريكا برضه عندهم نفس المشكله اللي كانت عندنا، وهي ان الطلبه بدات تنصرف عن دراسه الاداب العلوم الى الاداب التاريخ استسهالا. وبدا يلاحظوا ان المنح اللي بتقدم من الجامعات الامريكيه بيفوز بها الصينيين بنسبه 95% قومي. هناك بتتحرك الناس. فبداوا يجيبوا الطلبه دول ويدرسوا شخصيتهم. ايه يا اولاد اللي مخليكم بتحبوا الاداب وما بتحبوش العلوم والرياضات؟ فردوا عليهم قالوا لا، ان بعض المعوقات من ضمنها صعوبه فهم الرياضيات، صعوبه فهم العلوم. تخيل عملوا ايه؟ برامج مسابقات، برامج للعلوم، بدأ الطلبة تنبهر بهذا. فبدأت تعود تاني الريادة والسيادة لأمريكا في مجال العلوم. لكن لما بدأوا يشوفوا الصينيين، انتوا ليه بتحبوا الكيمياء وليه بتحبوا الفيزياء والرياضيات والحاجات دي كلها، فاكتشفوا ان تخطيط الحزب الشيوعي الصيني فيه وحزب واحد بايزاوي يعني هو اللي بيخطط. انا زرت الصين يعني عارف هذه القصه، انه بيخطط، انه بيختار الكفاءات العلميه وبيحطها في برامج ومسابقات ويبقوا قدوه، فالشباب بيقلدهم. وفي كل مقاطعه يظهر بطل في العلوم. انا بقى في الاذاعه المصريه ممكن اعمل ايه في ده؟ ممكن مثلا في برنامج ظريف جدا انا كنت زمان بشوفه، مسابقات ما بين طلبه المدارس اوائل الطلبه. انا دخلت انا على فكره وانا لسه طالبه في الاعدادي، سجلت معاهم في اوائل الطلبه، وسجلت وكان في التلفزيون المصري برنامج كان اسمه الكاس لمين، وانا يمكن بذكر الموضوع ده لاول مره ان وانا في الاعداديه جيت التلفزيون المصري ضمن فريق مدرستي في سباق الكاس لمين، وكانت بتقدمه استاذه اسمها عزه. لا كانت بتقدمه، انا هفتكر الاسم ده، اذاعه ده يعني اعلاميه كبيره جدا. انا هفتكر الاسم. هذا النوع من البرامج بيزكي روح التنافس الشريف، وبيخلي فيه امل لكل طالب انه لما يجتهد هتكون نتيجتك ان اهلك واهل حتتك ومدرستك هتفتخر بيك. ده دلوقتي بيجربوه في برنامج على فكره زي برنامج نجوم العلم اللي هو بيتقدم مسابقات التلفزيون، بس للاسف يعني في تحيز شويه ضد المصريين في دخوله يعني. لكن انا عايز اقول ليه ما يبقاش عندنا برامج من هذه النوعيه، ويا ست نحط في وسطها اغاني عشان نرضي برضو الاذواق، ما فيش مشكله، بس يبقى عندنا توجه نحو تثقيف البلد وتثقيف شبابها. يكفيكي فخرا ان مصر هي التي علمت العالم، فلماذا الآن لا نتعلم من العالم، ناخد حقنا اللي احنا اديناهم أكثر من 7000 سنة؟ دكتور حاتم صالح، نروح لهذا الفصل الغنائي ونعود لنطرح هذا السؤال مرة أخرى. دخلك يا طير الورواح، رايح لك من صوب المشوار،
لك من صوب المشوار سلم لي على حبايب وخبرني بحاله شو صار عدلان الشمس المنسية على ورق البلبل أصفر وطيرون على شوي شوي وتصير الدنيا تصغر فكروا الدين لا تشري يا حبيبي سلم لي على حبايب وخبرني بحاله شو صار يا باب سكوت الأمري اسمع صوتك يندهلي ليلي وخاف ليلي يعوشي مرة أهلي وتتعب أسرى وتحلم أسرى يا حبيبي لك يا طير سلم لي على حبايب وخبرني بحاله شو صار صادق لك يا طير دور سارح لك من صوبنا مشوار وسلم لي على حبايب وخبرني بحاله شو صار دكتور حاتم صالح أستاذ الوراثة ورئيس لجنة البحوث العلمية بجمعية رعاية شباب مرضى السكر في مصر، هل هناك مؤامرة علمية بتتعرض ليها مصر؟ وإذا كانت موجودة هذه المؤامرة، إزاي تستطيع الإذاعة المصرية أن تحبطها وأن تجهضها وأن تقوم بمشروع ضد هذا المشروع بحيث أن احنا ننهض بهذا الوطن علميا؟ هو من ناحية المؤامرات ده أنا واثق إن هناك مؤامرة ده لتدمير أي فكر وطني علمي لينفع الدولة وينفع الوطن. يعني مش بتشوف بدون قطع حديث حضرتك قنوات في التلفزيون متخصصة بس تجيب لي فنانة هيفاء وهبي لابسة فستان عريان وليها صورتين وقول الفروق ما بينها ولك $10,000 مثلا؟ ايه الفايدة في كده؟ ده بالعكس دي بتشجع على الغرائز وعلى الاشياء يعني اللي غير منضبطة. وبعدين اصلا هي شركات نصب بالزبط. يعني هي اصلا شركات نصب. طب يعني ليه ما يكونش هناك مثلا الجامعات المصرية بالتعاون مع الإذاعة المصرية يكون لنا دور في ان احنا نشجع العلم بجوائز قوية، يعني بجوائز مغرية؟ ما هو هنا المشكلة يا فندم، اللي هيكسب الجوائز دي برضو من المحاسيب والمعرفة من الجماعة مش منكم يعني من الجامعات، لأن ما فيش نظام هيكون محدد من الجامعة تختار أفضل العناصر. في دولة عربية بتعمل برنامج مسابقات أوائل العلم أو ماشي حاجة عن العلم، بس هناك لأن هم أغنياء ومش محتاجين إن هم يعملوا هذه الأشياء. بس أنا بتكلم عن حتة المؤامرة. في مشكلة حقيقية في الخريجين اللي بيبتعثوا بره مصر، سواء من مقدمة من الاتحاد الأوروبي أو من أمريكا. هم اختيارهم دايما مش الأجود والأفضل واللي بيعمل مشروع لخدمة البلد. دايما بيختاروا الإنسان اللي يكون طيع ولين والضعيف وضعيف علميا، مش من نسبة يعني عشان برضه ما نظلمش يعني بنسبة علشان لما يعود إلى وطنه ما يستفادش منه، ودايما ينظر من منظور طبقي فوقي وتعالي على زملائه، وبالتالي لن ينجز شيء. وهم العادة ديت للأسف وبيكرروها وبيحاول يظهر لك ان النموذج اللي سافر بره واللي نجح واللي عمل لازم يكون سافر بره وانتعل او قبل حذاء الغرب علشان يقدر يبقى نجم في العلم وخلافه. في حين مثلا دولة زي الصين ودولة زي كوريا ودولة زي تايوان ودولة زي ماليزيا، على فكرة ماليزيا مهاتير محمد مهاتير محمد تعلم في مصر تعلم في مصر وعرف منها ازاي يخطو خطوات عملاقة في دولة زي ماليزيا. النهاردة بقت من الدول المتقدمة. البرازيل احنا لحد العالم الثالث كانت الى سنوات قليلة. تعرف حضرتك ان البرازيل كانت بتتعلم
من مصر، من هيئة المصل واللقاح اللي أنا بشتغل فيها. كانت بتتعلم في الثمانينات إزاي تصنع فاكسينات وأدوية وتتعلم من مصر في الثمانينات، وكنا بنبعت لها خبراء يعلموهم إزاي الدواء. النهاردة الدولة رقم 6 في الاقتصاد على مستوى العالم، البرازيل. إحنا مشكلتنا إن إحنا لا بنسافر وما عندوش انتماء ان هو يعود الى بلده. لا، مش كلهم يا دكتور، يعني ممكن يكون هناك نسبة من ده. انا هسأل سؤال، اللي سافروا ورجعوا عملوا ايه لبلادهم؟ ما ده السؤال. انت بتقعد في مكتب وبتاخد سالري عالي وبوزيشن عالي وما بتقومش بالاحتكاك. فين العمل التطوعي اللي انت بتقوم بيه؟ ده حقيقي، احنا بنفتقد للعمل التطوعي لخدمة الناس البسيطة. تذكر كلمة الرئيس لما قال الشعب ده ملقاش حد يحن عليه. بالظبط، حد يحن عليه، مش الرئيس اللي يحن على الناس بس، ولا الحكومة اللي تحن على الناس فقط. أنا كلنا نحن على بعضنا. أنا بوجه تحية للعالم الجراح المصري الشهير دكتور يعقوب على إنجازه وخدمة بلاده. ده شرف كبير. وبرضو بقول على الدكتور محمد غنيم في طب المنصورة وفي مركز الكلى العالمي اللي هو عمله، وهو ما سافرش بره مصر وما تركش مصر ورفض. فأنا بوجه لهم من هنا التحية والتقدير، لأنكم فعلا أعظم مثلين، مثل العالم اللي سافر وما اغتربش وترك بلاده وعاد ونفع بلاده، وبوجه والعالم الثاني اللي فضل في مصر أخذ لقب سير في بريطانيا، وده أعلى لقب ممكن تديه في بريطانيا للعالم. فده تحية ليهم على مجهودهم، ويا ريت يبقى هذا الأمثلة. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا بواجه لأن أنا طبعا في مصر بحاول أعمل أبحاث على مرض السكر، جينات مرض السكر. طب نتكلم عن الموضوع ده بعد هذا الفصل. اتفضل. عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة، يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني. ايه قصده الحليوة؟ ايه قصده الحليوة؟ عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة، بتميل العيون على خده وشاهد جناينه ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة. بتميل العيون على خده وشاهد جناينه ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة. بتهل الروايح منه وبيسأل علينك منه، متأكد وعارف انه أمورة وحليوة. يديكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني. ايه قصده الحليوة؟ ايه قصده الحليوة؟ وعيونه يا ناس أهانة بتضحي قلوبنا عسانة، وعيونه يا ناس أهانة بتضحي يا مصبح عليها أمانة. لا توصل حليوة وتقوله إن فيه أحباب للمحبة الباب، وشوق الهوى الغلاب ولا جاش الحليوة. يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتذوبني. ايه قصده الحليوة؟ ايه قصده الحليوة؟ عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة. يا عيني عليك يا قلبي يا كاتم هواكم خبي، لا تبوح للحليوة بحبي ولا مالي الحليوة. يا عيني عليك
عليك يا قلبي يا كاتم هواك ومخبي، لا تبوح للحليوة حبي ولا مالي الحليوة. والامتى البعد متقدر انا بسأل عليه وبدور، والفكر في هواه متحير ولا جاش الحليوة. يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني، ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة. عنابي يا عنابي يا بلود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا بوش الحليوة. يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني، ايه قصده الحليوة ايه قصده الحليوة. نستكمل دكتور حاتم. حضرتك قلت لي انت بتعمل ابحاث على مرض السكر. فببعت لعلماء في امريكا مصريين، وببعت لعلماء مصريين يعني وصلوا الى القمه، وببعت لدرجه ان انا في جامعه ولا داعي ذكر اسمها وبيقولوا عليها انها هتبقى امل مصر، بعت لهم وقلت لهم انا عايز اتشارك معاكم علميا، بحيث ان احنا انتم عايشين في كوكب اخر وفي حاجه عاديه وانا معاكم هنا اهوت، ونتعاون ونتآلف. لكن التعالي والغرور وان احنا يعني نفعل بما لم ياتي به الاوائل ولن يكون مثلنا، حاجات زي كده، تكتشف ان مفيش تعاون. ده حتى في المعامل نفسها بيبقوا زملاء مع بعضهم دفعه واحده، وواحد شغال في معمل ابحاث ومعمل ابحاث، الاثنين ما يدخلوش بعضهم المعمل بتاعهم عشان ما يسرقوش بعضهم. أن يكون لدولة هتتقدم ما عندناش روح الجماعة، احنا ما عندناش روح فريق العمل وروح الجماعة. الإذاعة المصرية تقدر تعمل ايه؟ اصل احنا مشكلتنا يا دكتور حاتم مشكلتنا كتيرة جدا، اساسها حاجتين، مشكلة اخلاقية ومشكلة تعليمية. تعليم والاخلاق. احسنتي، انت حطيتك على الجرح اللي بتمر عليه الدوله. طيب التعليم مسؤوليه جهات كثيره جدا، الاخلاق اللي بقت في حاجات كتيره افتقدناها، رغم ان حضرتك في حلقه سابقه قلت لي انا لما بسافر بره بقول عمار يا مصر. في حاجات كويسه جدا عندنا مش موجوده في الخارج، لكن الحاجات برضو الاساسيه في المجال العلم، في مجال التربيه، في مجال روح الجماعه، التعاون از تيم، يعني تيم وورك، مش موجوده. الاذاعه تعمل ايه؟ الاذاعه عليها ان تذكر القدوه وكيف نجح وكيف صار وكيف وصل. وأكبر مثال على غفلة الإذاعات المصرية، وأنا آسف أقول هذا الكلام، إن هذا العام تم الاحتفال بأعظم طبيب جراح مسلم في تاريخ العالم، اسمه أبو قاسم الزهراوي، وهو معروف في العالم الغربي باسم أبو الكيسس، وفي أسبانيا أبو الكيسو. الراجل ده مات من 1000 سنة. أسبانيا بتحتفل به هذا العام وبتلقي الضوء على حياته، وعاملين له فيلم مخصوص تسجيلي، ممكن تخش على اليوتيوب وتشوفيه، ومحتفلين بيه وعملوا تمثال وعملوا له شارع باسمه. ويكفيك فخرا انه هو مسلم وعربي وكان طبيب جراح الأندلس. لماذا لا نذكر قصة حياته للناس وللشباب، وكيف وصل إلى هذا المستوى، وإزاي تخلى عن شهواته وبذل قسم كريم حياته للعلم. ويكفيك إن كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف، هذا الكتاب في الطب موسوعة علمية أكثر من 30 جزء، كانت تدرس في أوروبا حتى منتصف القرن ال19. ملوش يعني لا تدرس مؤلفاته هنا في مصر، لا أحد يعلم عنه شيء. يعني يكفيك يعني حزنا إنه لا يعرف أحد عنه، ما فيش حتى قاعة باسمه، في حين إن إحنا عندنا قاعة نوبل، قاعة إينشتاين، قاعة وعندك برضو هذا العام برضو اختاروه عام اليونسكو، اختارته عام الضوء، فقالوا نحط مين من علماء يتحط صورته كأيقونة هذا العام، فلم يجدوا إلا الحسن بن الهيثم. فلماذا لم يكن هناك برامج تشرح للناس وتتكلم عن حياتهم وسيرتهم؟ بص يا دكتور، انا برضو مش عايز اظلم الاذاعه المصريه، لان هناك برامج ثقافيه وفي برنامج ثقافي اكيد في على الاقل شبكه او 2 اتكلمت عن هذا الموضوع.
يعني انا برضه انا عايز او 2 على الاقل 90 مليون او على اكثر، على الاقل لابد اكيد يعني، لان انا احيانا بسمع البرنامج التاني بلاقي الحقيقه بيجيب موضوعات في منتهى الجمال عن العلماء العرب وعلماء المسلمين اللي كانوا رواد. ده جزء من عملهم. لكن لما يبقى برامج مثلا بتسمعيها كلها على القفش والضحك والتريقه والهزار والكلام، ده طبعا ما ينفعش. وبعدين في حاجه تانية، احنا ليه ما نعملش برامج تناقش موضوعات زي الخلايا الجذعيه، زي مرض السكر، ويبقى نقاش؟ طب ده هيخليني اسال حضرتك، البرامج الطبيه اللي بتقدمها الاذاعه المصريه حضرتك بتستمع اليها؟ كل الشبكات الاذاعيه عندها برامج مع الاطباء. يعني انا مستضيفه حضرتك النهارده وكنا على الهوا وحضرتك طبيب، هل البرامج الطبية وما نقدمه في الإذاعة المصرية، وأنا بقى أتحدث عن الإذاعة المصرية الحكومية ولا أتحدث عن الإذاعات الخاصة، وإن كان برضو الإذاعات الخاصة الحقيقة بتقدم برامج طبية ممتازة جدا. البرامج الطبية مش معناها إن أنا أقعد أعلن عن نفسي وأقول أنا بعمل وبسوي وبحط وبجيب. لا، أنا بتكلم بقدم فيها معلومات. لازم نتقدم معلومات بطريقة الوقاية، وازاي معالجة السيمتوم او الاعراض الاولى، وازاي نتعايش مع المرض، وازاي دي اللي احنا محتاجينها، بحيث يبقى عندي انا مثلا لو انا مريض سكر يبقى عندي برنامج او برنامجين انا بستمع اليهم مشاركيني حياتي من اول ما اصحى الصبح لحد ما انام. والله هو مصر رقم 8 في آخر إحصائية عملها الانترناشونال دايابيتس فيدريشن، الاتحاد العالمي للسكر، قال إن مصر تحتل المركز رقم 8 أو 7 وبحوالي 12 مليون مريض. هل ده يستدعي مننا أن يكون هناك برنامج طبي؟ وأنا هنا في راديو القاهرة الكبرى بقول هذا الاقتراح وبقوله للمسؤولين عن شبكة الإذاعات المحلية، إن 12 مليون مواطن مصابين بمرض السكر محتاجين برنامج يكون فقط عن مرض السكر. بالظبط، ويتعايش معهم من أول ما يصحوا لحد ما يناموا، وبعدين يمنعهم عن الوقوع في أيدي الدجالين والنصابين اللي بينصبوا عليهم بصيحات العلم الحديثة والتكنولوجيات المتقدمة، حتى يكون عندنا يوم القيامة عند ربنا إن احنا قدمنا للناس معلومة، علم ينتفع به للناس. ده اللي نفسي إن يكون الإذاعات بتوجه ناحية تثقيف الناس. طب أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا واحد من الناس مثلا كان في برنامج كنت بسمعه دايما عن الناس اللي بتسافر بره، أبناؤنا في الخارج. البرنامج ده أنا ما بقتش أسمعه، مع إنه كان برنامج بيقدم معلومات قيمة وبتفيد الواحد. وتعلمت منه قبل ما أسافر بعض المشاكل اللي ممكن يقع فيها وكذا وطرق التعامل. في ظل كمان وجود وزارة دلوقتي للمصريين في الخارج، يجب أن يعود برنامج وده يبقى على الشبكة الرئيسية، بحيث ان تبقى الاذاعه زي مثلا امريكا، في اذاعات امريكا تبقى هي نصير المظلومين، نصير المضطهدين، نصير العلماء اللي مش قادرين يوصلوا انهم ياخدوا منحه من الاكاديميه او يسافروا او يتعلموا، يقدروا يوصلوا صوتهم للمسؤولين. عسى الله يعني ان هو يستيقظوا ويساعدوا يعني الناس من اجل الوصول الى مجتمع افضل. استمع هذا الفصل الغنائي ونعود لاستكمال سهرتنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حاتم صالح. إلا أنت فيها إيه الدنيا دي، إلا أنت كل غالي عليا، إلا أنت وابتساماتي وقراتي منك أنت، واللي حبيته في حياتي هو انت. فيها ايه الدنيا، فيها ايه الدنيا الا انت.
برضو انت، واللي حبيته في حياتي هو انت. فيها ايه الدنيا، فيها ايه الدنيا الا انت. نخرج شوية من العلم والبرامج الطبية إلى الفن مثلا، الفن الهادف. إلى أي مدى حضرتك شايف إن الفن مرآة صادقة يعكس واقع المجتمع اللي بيقدم فيه وبيعيش فيه؟ هو أول حاجة احنا لازم نفرق ما بين الفن الحقيقي ومدعين الفن. الفن لما تشوفي مثلا دولة زي إيران، أنا طبعا مش بتحيز لحاجة، إيران عملت أفلام رائعة عن حرب العراق وإيران وعن تطورات المجتمع الإيراني بتوصل بها للأوسكار حقيقي. الأفلام دي شرحت وجهة النظر الشعب الإيراني في إزاي كان في عليه حظر وعليه حظر وإزاي وإيه هي الثورة الإسلامية. وطبعا أنا ماليش دعوة بالمحتوى بغض النظر عن لكن شرحت للعالم عدالة أو وجهة نظر القضية الإيرانية من وجهة نظرهم. نعم. إنما احنا أفلامنا بقى، تعالي نتفرج على أفلامنا ونكتشف بعض المدعين اللي بيتاجروا بأعراض المصريين وبسمعتهم في الخارج، ويقول لك أنا نصير الفقراء وأنا ناصري، وهو يركب عربية مرسيدس ويركب، لا داعي يعني لذكر الأسامي، ويدعي بأنه هو بيبيع كرامة المصريات لحد ما بقت مصر بفنها العظيم. ده احنا كان عندنا فنانين لم ولن تأتي بهم أي دولة في العالم العربي زي أم كلثوم وعبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وحمام والسينما الراقية اللي احنا كنا شفناها. نفاجأ بقى دلوقتي بالسينما العبيط اللي ماشي دمه خفيف اللي بيتاجر بأعراض النساء، لدرجة بقت الفتاة المصرية اسمها لفظ بذيء يطلق عليها الآن في الدول العربية. والرجل المصري للأسف الشديد طول السنة يعني طول السنة في رمضان يجوا يدخلك ان احنا شعب نعيش في الكباريهات، ولما بنتضايق نشرب خمرة، ولما مش عارف وكأن والعياذ بالله ما عندناش شرف ولا دين ولا أخلاق. لماذا كل هذا؟ لماذا تدمرون؟ ونكتشف ان اصحاب اموال هذه الشركات ليسوا مصريين، يعني هم مش من مصر اساسا ومن دول الخليج. مؤامره لها ابعاد لتشويه سمعه المصريين في كافه المجالات والهبوط بالمستوى يعني في قصه حصلت انا شفتها عن مصري قتل في الكويت، مش عايز اتدخل فيها يعني. تعرف بينادوا المصري هناك ايه؟ ما بينادوش مثلا يا مصري يعني يا عظيم، بينادوه ايه؟ يا مصري، ظنا منه ان هو اقل منه شأنا. يعني حضرتك يعني الله يعني عارفه اللفظ كأنه عبد عنده. لماذا؟ لانه بيرى البرامج التلفزيونيه بيشوف السينما اللي اساءت لينا. انا بقابل طلبه عرب كتير هم نفسهم مستائين من الافلام اللي بتقدم دي. ده حقيقي. لكن الاغاني بقى اللي هي اغاني الزمن، طب نروح للزمن الجميل لان هي اصلا السهره ذكريات مع الاذاعه، وللاسف يعني الزمن الحالي خلانا نتكلم كتير جدا جدا وننسى ان هي سهره ذكريات عن الزمن الجميل في كافه المجالات. اغاني الزمن الجميل، ام كلثوم وعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب ونجاة وشادية وفيروز ومحمد فوزي، هل هذه الاغنيات أرخت لتاريخ مشرف لمصر وللأمة العربية؟ ردي على هذا أن جميع الأغاني الوطنية التي تغنوا بها وما زلنا نتغنى بها وبتصير حماسة الشعوب في أي شيء هي الأغاني التي غناها هؤلاء العظماء. في الثورتين، ثورة 25 يناير كانت أغاني كانت عبد الحليم حافظ، وفي 30 يونيو كانت عبد الحليم حافظ. ده دليل على إيه؟ على إن دول كانوا فنانين بحق، محترمين بحق. لكن النهاردة واحد بيطلع مش عارف يقول ايه، بيطبل وبيهبل وبيسرق ألحان ويقول لك انا ملحن وبتاع، حاجة يعني مقززة. احنا ما بقاش عندنا فن. ازاي نعيد هذا الزمن الجميل للفن ايضا يا دكتور؟ يعني بان اغانينا الجميلة اللي علمت العالم العربي كله هي اللي تبقى بس على المحطات، مش الاغاني سيد مش عارف زكريا ولا اسمه سيد من غير اسماء يعني يطلع يهبل اي هبل ويقول لك انا مطرب ايه ده؟ انت صوتك وحش وشكلك وحش ومقرف وملابسك مقززه وتسيب الانسان بالخسيان. ازاي ده يبقى فنان؟
ايوه بس الاذاعه المصريه احنا على طول بنذيع، ولازم الاذاعه احنا على طول بنذيع اغاني الزمن الجميل. بالظبط. يمكن انا شخصيا من ضمن المنحازين، ومحمد ندى اهو على المكسر كل ما يقول لي احط اغنيه اقول له عبد الحليم حافظ. يعني انا بعتبر ان مثلا عبد الحليم حافظ احد واهبي السعاده للبشر. بالظبط. وام كلثوم ايضا مش كنت هو بسمعها وانا في تجنيدي كنت الساعه 5 ل10 اذاعه يعني كانت من اجمل لحظات الصفاء عندي. طبعا الواحد بيبقى في صحراء وبتاع بيسمع الاغاني الجميله ديت. انا بطالب ان تفعيل دلوقتي في اذاعه الاغاني بتقدم كل الاغاني، والساعه 11 بالليل في سهره الام بس في حاجه ايه هي؟ الاغاني لازم يكون اللي يغنيها مطرب. يعني الإذاعة المصرية دي لابد ألا يغني إلا من يمتحن. أيوة في لجنة إجازة للأصوات. لكن أمال التانيين اللي بيغنوا موجودة، ولجنة إجازة مش بس للصوت للحن والكلمات. أمال حضرتك اللي بيغنوا دول وبنسمع أصوات مش عندنا، مش طب بيغنوا إزاي؟ يكونوا في الإذاعة المصرية. يبقى لازم يبقى في تفعيل، لأن أنت بتدمر ثقافة وذوق أمة. صحيح. أنت مش بتدمر نفسك. بالظبط كده. لا إحنا عندنا حاجة اسمها لجنة استماع. على ما أعتقد هذه اللجنة بتجتمع شهريا كل 6 شهور. كل 6 شهور للطلبات اللي بتقدم، وبيخشوا الناس اللجنة وبيغنوا قدام اللجنة. والله اللي بيجاز، وممكن مطرب يجاز وأغنيته لا تجاز، وممكن أغنية تجاز والمطرب لا يجاز، وممكن الاثنين يجازوا. يعني إذا الاهتمام بالكلمة واللحن والصوت. طب الأصناف والأشكال اللي بنشوفها مش في الإذاعات الحكومية. يعني أنا مش عايز أقول أنا مع حضرتك، لأن أنا بسمع الإذاعات الخاصة. ده بقى في حاجة اسمها أغاني المهرجانات، بيطلعوا يرقصوا بسكينة ويطلع. يعني ازاي مطرب يطلع يرقص بسكينه؟ لا مش مهرجانات، هو مطرب افلام. يعني افلام للاسف نوعيه افلام السبك دي للاسف يعني اللي افسدت الشعب كله بهذا الصوره. يعني ما هو مش بس السبك، يمكن برضو مدرسه المشاغبين من 30 سنه بوظت الطلبة. لأن إحنا للأسف هي أساسا الفيلم ده كان فيلم عامل سيدني بواتيه، وكان فيلم بيعالج مشكلة في التعليم الأمريكي. إحنا خدناها مصرناه، وللأسف إحنا ما عندناش حتى روح الإبداع. إحنا دخلنا في أسوأ ما يمكن من عدم احترام المدرسين وحتى يعني شخصية المدرس اللي ظهرت بشكل اللي بيرقص سوري يقع منه البنطلون ويرقص تويست وحاجة يعني. ودي على ما أعتقد، وده مش رأيي الشخصي، ده رأي ناس استضفتهم كتير جدا، إن دي من هنا كانت بداية انهيار التعليم في مصر، وإن الطلبة يكلموا المدرسين بشكل مش مظبوط. إحنا كنا في المدرسة بنترعب كده من المدرس بتاعنا. وبعدين القيم الأخلاقية بتنمو من إيه؟ بتنمو من رجل الدين واحترامه. أنا لما ألاقي مثلا في مسرحية المشاغبين واحد شيخ أزهري طلع يرقص تويست، أنا نفسي أعرف لماذا الزج بشيوخنا وعلمائنا. لا بس ده كان قديما. الآن يعني كل الاحترام موجود، ولا يجرؤ حد إن هو يتطاول على شيوخ الأزهر أو على شيوخ الكنيسة. أنا اتفرجت على هذا وقعدت أضحك. يعني أنا واحد من الناس، فده معناه إن خلاني إن أنا أبص لهذا الشيخ بصورة، ما هو ده كان مقصود. يعني ده مقصود، ده شيء سيء. ولابد من ان يبقى فيه رقابه على كل كلمه وعلى كل اغنيه وعلى كل يعني كلمات حتى مبتذله. يعني ما اعرفش. لا لكن الاذاعه المصريه لا زالت حتى الان يعني عندها هذه المعايير وهذه المحاذير، وما بنقدرش. يعني دلوقتي انا لو جالي حد يديني سدايه اطلع اغنيه ما اقدرش، ما ينفعش. مكسوفه منك، مش قادره اقول لك. مكسوفه منك، مش قادره اقول لك اني بحبك. لا انا قد حبك ولا قد قلبك. انا قد حبك ولا قد قلبك، لكن بحبك واعمل ايه؟ مكسوفة. الحب غنوة وكلمة حلوة، هيجرى ايه لو قلتها لي؟ الحب غنوة وكلمة حلوة، هيجرى ايه لو قلتها
الحب غنوة وكلمة حلوة، هيجرى ايه لو قلتها لي؟ انا من كسوفي وكتر خوفي، انا من كسوفي وكتر خوفي، مش قادرة أقولها بدالي، مكسوفة ليه وفيها إيه؟ ده أنا بحبك وأعمل إيه؟ مكسوفة. بتوقف مع ضيفنا الأستاذ الدكتور حاتم صالح، أستاذ أمراض الوراثة بمعهد المصل واللقاح، عند هذه الجزئية، ونستكمل هذه السهرة الأسبوع بعد القادم إن شاء الله. بشكر دكتور حاتم وبشكر محمد ندى على الميكسر، ولكم تحياتي وإلى اللقاء. مها الشيوي والموجة 102.2 FM في ذكرياتي مع الإذاعة.